حد يصدق ان كل ده ورك فرخه وزنها كيلو وربع بس؟ شايفه كبر ازاي؟ هقولك بقى كبر ازاي. وحلو جدا وطريقه هتعجبك قوي قوي، وان شاء الله تعتمديها في رمضان. طريقه حلوه قوي قوي. اتفرجي بقى على الفيديو للنهايه وانا هقولك عملته ازاي. طريقه حلوه جدا جدا. بس يا ريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه، لان القناه ان شاء الله تكبر بفضل ربنا وبيكم ان شاء الله. شايفه الجمال؟ عملته بقى كده بطريقه رز حلوه جدا جدا جدا. الرز ده بالخضار عملته كده وحشيته في الوراك بتاعه الفراخ، كانت وراك صغيره. شايفه الوراك بقى دي وراك صغيره، هي باينه كده في الكاميرا ان هي كبيره بس هي مش كبيره. تمام. جبتها بقى كده وغسلتها كويس ونقعتها طبعا في المحلول بتاعها وظبطتها كويس جدا جدا. بعد كده بقى عملت طريقه الرز الحلوه قوي قوي اللي هحشيها بيها. طبعا هنفتح كده تحت الجلد بتاعها زي ما انت شايفه كده. طريقه سهله قوي قوي. هجيب بقى بصلايه كده مفرومه كويس، فرمها كويس جدا جدا. واحط بقى معلقتين سمنه او معلقتين زيت زي ما تحبي، اللي بتحبي تحطيه حطيه. هبدأ بقى كده ايه اشوحهم تشويحة، بس انا مش عايزاهم ياخدوا لون ابدا ابدا. هنزل بقى عليهم بالرز واي نوع خضار انت بتحبيه، لو مش عايزه خضار ممكن تحطي كبد وقوانص لو بتحبي طعمهم. اي حشوه اللي هي حشوه الرز او حشوه الفراخ او حشوه الحمام. اي حاجه بتحبي تحطيها. انا بصراحه حبيت احط معاها بزله، لان الاكل كله النهارده هيبقى فيه بزله، فحبيت كل الاكل يبقى كده يعني. بس بقى هنزل على البهارات بتاعتي، قرفه وواحدة مرقة. وهنزل كمان ببهارات فراخ وهقلب بقى كل الحاجات دي كويس، او بهارات مشكلة. وملح طبعا. وطبعا هسويه بقى بمية اقل من تسويته، يعني دي كوباية رز انا حطيت لها ربع كوباية مية. تمام، ربع كوباية مية بس. المفروض التسوية الصحيحة بتاعت الرز كوباية، ونحط بقى ايه نص كوباية. لا انا حطيت ربع كوباية مية بس بتاعتها. وبعد كده بقى ايه سبتها بقى كده يعني لحد الرز ما بقى معايا مش مستوي قوي. بعد كده بقى هعمل بقى هجهز الخضار بتاعي اللي انا هسوي عليه الفراخ بتاعتي. هنزل بقى عليه برضو بنفس البهارات اللي انا حاططها على الرز. انا بحب احط البهارات دي في كل اكل صراحه، اللي هي القرفه، البهارات المشكله. واحده مرقه برضو لو حابه تحطيها، ورق لورا لو انت برضو بتحبي تحطيه. هبدا بقى كده، انا بحب اعمل الحركه دي او كده في البصل، ان انا البهارات والملح وكله اعمل بيه البصل كده بايديا، ادعكه كده بايديا كويس. وبعد كده بقى هنزل بالخضار اللي انا بحب احطه. انا حطيت جزر وبزله بس، حطيت الاتنين دول بس. انا بحب احط الحاجات ديت فيهم. لو انت حابه تحطي كوسه اي نوع خضار تاني حطي، اي حاجه انت بتحبي تحطيها حطيها. الرز بقى كان زي ما انتوا شايفينه كده مستوي 3/4 تسويه. حطيته بقى ايه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هبدا بقى ايه احشي بقى الفراخ. طبعا الرز لازم يبرد كويس. بعد الرز بقى اما برد كده بدات بقى احشي الفراخ بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. طبعا ما تمليش قوي قوي تحت الجلد علشان ما يفرقعش ويبقى شكله وحش. لا تسيبيه زي ما هو عشان ما يتفتحش معاكي ويتفتح ويبقى شكله مش حلو، والرز يطلع على الخضار ويبهدل الدنيا طبعا. فانا طبعا ما مليتهوش كويس قوي، حطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى ايه الفهم كويس جدا جدا وادخله كويس، والف الجلد كده كويس على الورك. هنزل بقى بكوبايه عصير طماطم، انا مش بحب احط طماطم كتير، ومعلقه صلصه واحده بس. اي كميه خضار بقى انت حابه تحطيها حطيها اي كميه. دي بقى كانت وجبة كده ما شاء الله متكاملة، فيها الرز وفيها الخضار وفيها كل حاجة كل حاجة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. شايفة بقى شكلها وهي طالعة من الفرن كده، كانت شكلها خطير جدا جدا جدا. والفراخ بقى استوت قوي قوي قوي، كانت دايبة، والرز كان مستوي وكان طعمه اطعم من الفراخ كمان. شايفة الجمال؟ كانت حلوة جدا جدا. بص الفراخ عاملة ازاي والرز عامل ازاي. ولا تقولي بقى حمام ولا حمام كداب ولا حاجة ابدا، دي فراخ بقى كده، وراك فراخ محشية بالطريقة دي. وصفة حلوة جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.